واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita salam ziarah. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فاحبونا واعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا من الرحمن يشاكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. الرحمن يشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. الله يهدى من الرحمن يشاكم عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يزدى من الرحمن يشاكم عسى نظره عسى رحمه تغشانا وتغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله وصلى الله مولانا وسلم ما اتيناكم. سلام الله يا سادة إلى الرحمن يغشاكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم.
السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا من أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام النخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين يرحم الله منكم والمتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة. اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها فنسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Maulid. الفاتحة يذكر بركاته وأسراره وعلى ما روى بركاته وأسراره وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. صل على يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط له من فائض المنة ما جرت به بأقداره الكسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالي بمطراد التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراره بتعدان ولا يمل تكرار بكثرة تردان حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سير اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناحى بمجده وتعالى لاحظت العيون بما اجتلته بشرا كاملا يضيه الضلالا وهو من فوق علم ما قدر عنه برفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحارب بالتعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما مال الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجل هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وعد الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمبتبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسأها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحية وأوسئها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحزمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجره بقربه وتفيعوا ظلال الشرف أصله بوجهه وحبه ما أترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم يا مرحبا بك يا رمضان 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 سلام سلام كمسك الحتام عليكم أحبابنا يا كرام يا مرحبا بك يا رمضان 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 ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام أنا عبدكم يا أحيل الوفاء وفي قربكم مرحمي والشفاء يا مرحبا بك يا رمضان 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 لا تسعدوني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعظي بكم يا مرحبا
بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وإزيكم وراحت روحي رجا قربكم وأدمي وقصدي إليكم زوام يا مرحبا بك يا رمضان 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 فلا اسمني قلبي سكن إلى بدر أن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد غطان وعمر من جميع العظام يا مرحبا بك يا رمضان 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 والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من طلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا حي عليه الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعنصر مئشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أسرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من البذل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلما والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل
مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله من عليه شمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيانا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متطمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا رمضان سيل الله يا رمضان سيل الله يا رمضان بالقبول والغفران سيل الله يا رمضان سيل الله يا رمضان سيل الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران سيل الله يا رمضان سيل الله يا رمضان سيل الله يا رمضان بالقبول والغفران جود لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلال خائف إنك غضبان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعبك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنسات وسرار نتجد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبو يحلى المثاني فهزر اليمن والراء واستديء بدمالك فقال الحزن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤمن صل يا ربي على النبي الهادي الأمين المشفع في القيامة للخلائق أجمعين لي ربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا هبانا بوجود الله الله المصطفى عادي محمد يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك الله وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قال يا رسول الله جينا لزيارة قصدنا الله نجي منك شفاعة عند رب العالمين فصلى الله على زين الوجود من ساق الطيبة وحيا في الرود الفضل الله على زين الوجود من ساق طيبة وحيا في الرود وحدينا نحجا سبيل نحجا سبيلي كي به نسعد ونرجد يا نرجد الفصل الله على زين الوجود من سكن طيبة وعيا في درود الله 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 لولا النبي ما سعينا الله 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 بمكة والمدينة الله 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 لولا النبي ما سعيده الله 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 بمكة والمدينة الله الله يا رب الله الله ربي بلغنا بجاهه الله 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 بجواره غير مقعد الله 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 لولا النبي ما سعيده الله 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 بمكة والمدينة يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله ترجى أشرف الرسل محمد والسلام أمير كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا
الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صل عليه وسلم يا الله الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اذكر الصلاة على النبي. Naam. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi laki-laki. Mana namanya? Yang akan diresmikan namanya yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus anak ini diberikan nama yaitu Sayyid Umar Faruk bin Hasan bin Syihab. Semoga anak yang diberikan nama dengan nama Umar Faruk akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain Sayyidil Kaunain wa asyrafis tsaqalain Jadil Hasan wal Husain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa liman ihtatan Sayyid Abdullah bin Muhammad Naqib Al-Madhid wa liman sammaina Umar Faruk. Allahumma ja'al auladana barik wa auladana wa banatina wa la tadurruhum. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqna wa fiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awrad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'hum bil mu'minina hilma wa rifqa barran ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل
وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين يا Habib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama al-fikru min dararil awsaf al-muhammadiyyati unquda wajjahtu ila Allah mutawassilan sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi mashkura mahmuda wa an yaktuba amali bil a'malil maqbula وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال وتوجه منه الفيوضات العامرة أتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المأبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر من دادك لعبادك وساقي كوسشارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المعصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب
غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهلك من الحافظين يا الله. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشرعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائلة بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه ظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأم ببركته صلى الله عليه وسلم وشريف وجهته صلى الله عليه وسلم أولادنا ووالدينا وأهل كثرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وزورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل وابسط العدل وابسط العدل وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدنا وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالإثم الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإثم الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإثم الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك يا آمين. وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Amin amin kepada hatinya bidulnya sana wa fil wa qina adzabannar wa sallallahu Al-Fatihah qira yasin wa tahlil wa tasbih wa sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa wa sayyidina wa qudwatina al-fakir muqaddam Muhammad bin Ali fa alawi wa usuli wa qadam sani wa zakah wa usuli wa furu'i wa zumaila amma bin Jaybisha wa usuli wa furu'i wa zumaila bi qadar ta'ala bi radi wa usuli wa furu'i wa zumaila ru alabi
شيخ بن علي شيخ وصولي علي بن شيخ شيخ وصولي وفروعه وثم إلى روح على بن أمي أربعة وأصولي وفروعه وثم إلى أبلا سكاب وأصولي وفروعه وسكاب محمد بن سياح سكاب وأصولي وفروعه وثم إلى روح الحبيب وثم علي بن شهاب وثم إلى فقه علي زين عابدين وفقه شهاب وثم إلى روح أبو بابا النبي وما في ألبا وثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي بن شهاب شهاب وأصولي وثم إلى روح علي بن حسن شهاب علي بن حميد البار وثم إلى روح الحبيب نوبي وما بن ألبا ثم إلى روح الحبيب وفقه بن حسين شهاب علي زين عابدين وفقه حسين شهاب سيد الباقي بن شهاب بن حسين شهاب وثم إلى روح خصوصا الحبيب أكيد بن محمد بن عمر بن يحيى لمن اجتمعنا آسنا بسببه بأن الله يغفر له ويرحمه برحمته ووالدينا ولغصة وأمواتنا وأموات المسلمين أما وعلى نية الصلاة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة أن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مما رزقكم الله قال الذين كفروا لله ما شاء الله آدمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة بيضاء وعصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بيضاء أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله كلمة حق اللي هي نحيا وعليها نموت وعليها نبيان لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. فاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما ذكر الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى مهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه قدم ثاني الرحمن السقاف وأصوله وفروعه وثم إلى روح علوي محمد بن شيبة وأصوله وفروعه وثم إلى أبي بن أبي حداد وأصوله وفروعه وثم إلى روح الحبيب حسين بن علي بن شهاب وثم إلى بكر حسين شهاب وإلى علي زين العابدين بن بكر شهاب وثم إلى زهرة بنت حسين شهاب وثم إلى روح ربيعة بنت علي بن شهاب ثم إلى روح علي بن حميد البار وثم إلى روح علي محمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعه وثم إلى روح بن عبد الحميد البار وأصوله وفروعه وثم إلى روح بن حسين شهاب وحسين وثم إلى روح وإلى بنت وإلى نو بن أمة بن البار وثم إلى روح على باقي بن شهاب الدين بن حسين بن شهاب وثم إلى على سقاب محمد بن حسين السقاب وثم إلى عبد الله بن سقاب السقاب وأصوله وفروعه ثم إلى لؤلؤ بن سقاب السقاب وثم إلى روح أستاذ الحبيب عقيل بن محمد بن أمة بن يحيى لمن اتبعنا هنا بسببه بأن الله يغفر له وينهو جنة برحمته ووالدينا ولخاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك إنا إليه. اللهم اجعل فداء الله من النار وبكاك الله من النار ونجاة الله من النار وإذك الله من النار وسترا وحجابا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك ومع أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. اغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.
لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم إلى فضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil Mukarram wal Muhtaram Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Al-Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab, dan juga orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, dan juga Ketua Rabithah Palembang, DPC Rabithah Palembang, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur-umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan juga wakafatil habaib wal hadirin yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim Al-Faqir kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama berkumpul dalam perkumpulan yang insya-Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dalam mengenang daripada seorang wali min auliyaillah, daripada Khalah Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, atau yang lebih dikenal dengan Datuk Agil. Acara demi acara telah kita lewati bersama-sama. Dari awal kita telah membaca daripada Maulid Simtud Durar karangan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian kita juga lanjutkan dengan pembacaan Yasin wa Tahlil, serta tadi juga ada Tasmiyatul Walad. Untuk menambah keberkahan kita, mari kita dengarkan sekelumit manaqib daripada Sahibul Khalah Habib Agil bin Umar bin Muhammad bin Yahya, yang insya-Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh akhina kiram Sayyid Umar Hafiz bin Abdurrahman Al-Kaf. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. الشيخ نور في الظلام يهتدى به ومربي النفس بالإيمان والورع وكم من فتى ضاعت حياته هدرا فأحياه علم الشيخ بالتقى والرشد. أحييكم بتحية العطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Diriwayatkan bahwasanya tak kala kita menyebut nama orang soleh, maka dari itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita. Maka dari itu izinkanlah Al-Faqir untuk membaca sekelumit manaqib singkat Sahibul Haul Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Manaqib Al-Arif Billah Al-Habib Agil bin Muhammad bin Yahya. Nasab beliau Al-Habib Agil bin Muhammad ibn Umar bin Muhammad ibn Syekh ibn Abdul Rahman ibn Agil bin Ahmad ibn Yahya ibn Hasan ibn Alwi ibn Ali ibn Alwi bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi bin Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad ibn Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Husain ibn Fatimah
binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya lahir di kota Tarim, Hadramaut, yaitu pada tahun 1206 Hijriah dan hijrah ke Palembang pada tahun 1236 Hijriah. Sebelum ke Palembang, beliau Al-Habib Aqil terlebih dahulu singgah di Malaysia untuk beberapa tahun. Di Malaysia beliau menikah dan mendapat gelar Datuk, sehingga beliau terkenal dengan nama Datuk Aqil. Mengenai apakah beliau mempunyai anak atau tidak hingga sekarang belum diketahui. Ketika di Palembang, beliau tinggal di rumah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab selama lebih kurang 3 bulan dan menikah dengan Hubabah Sidah binti Omar Albar, saudara dari Al-Habib Hamid Omar Albar yang tinggal di 5 Ilir Kimcu. Dari pernikahannya beliau dikaruniai 3 orang putri, yaitu yang pertama Hubabah Syifa yang menikah dengan Al-Habib Muhammad, anaknya dari Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, dan dikaruniai 10 orang anak. Yang kedua Hubabah Maryam menikah dengan Al-Habib Abdul Rahman, anak dari Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, dan memiliki 3 orang anak. Yang ketiga Hubabah Zainah menikah dengan keluarga Al-Habib Syahabuddin bin Husain bin Syahab, kampung Ilir, dan tidak mempunyai anak. Beliau kala itu sezaman dengan Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, sezaman dengan Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Beliau itu sezaman dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, sezaman dengan Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawwar, sezaman dengan Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau yang lebih dikenal dengan Haji Kiai Maragan. Kehidupan dan akhlak beliau, Al-Habib Aqil terkenal sebagai seorang yang hufazul Al-Quran, ahli dalam ilmu Al-Quran dan ahli dalam ibadah. Dalam kesehariannya beliau selalu melazimi pembacaan Al-Quran dan memperbanyak salat serta rutin menjalankan puasa sunnah Senin Kamis. Beliau terkenal sebagai seorang yang tawadu sehingga sehari-hari beliau jarang memakai sandal. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, beliau menyatakan bahawa beliau menghormati datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Al-Faqih Al-Muqaddam Sani Al-Imam Abdul Rahman Segaf. Selain itu, Al-Habib Aqil sangatlah wara. Beliau tidak akan berbicara kecuali untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Demikian pula dalam menerima jamuan makanan, beliau tidak akan makan terkecuali beliau mengetahui dengan pasti siapa yang mengajak makan dan dari mana uangnya berasal. Oleh karena itu beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan untuk mengetahui apakah suatu makanan itu halal atau tidak. Dalam kesehariannya, beliau Al-Habib Aqil terkadang menyempatkan dirinya ke pasar. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menemui kerabat serta memberikan nasihat kepada para pedagang. Suatu ketika beliau menghimbau kepada para pedagang untuk menutup tokohnya setelah salat zuhur serta membawa pulang semua barang-barangannya, serta pada malam harinya akan terjadi kebakaran di pasar tersebut. Mendengar pernyataan Al-Habib Aqil, sebagian pedagang percaya dan tidak percaya dan sebagian lagi tidak memperdulikannya, bahkan mencemooh beliau. Benar saja, pada malam harinya turun hujan deras dan angin kencang yang menyebabkan tumbangnya sebuah pohon besar dan menimpah gardu listrik. Dari sinilah kebakaran bermula. Keesokan harinya banyak pedagang menuduh bahwasanya Al-Habib Aqil lah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Mendengar hal tersebut, beliau segera ke pasar dan menunjukkan penyebab kebakarannya serta berkata, apakah saya yang sudah tua ini bisa merobohkan pohon yang sangat besar yang kalian sendiri tidak bisa merobohkannya? Hanya Allah lah yang bisa merobohkan pohon ini. Allah lah yang menghendaki semua ini. Mereka pun tercengang dan mulai saat itu mereka percaya dengan omongan Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Amr bin Yahya. Kisah keramat beliau, suatu ketika tak kala Al-Habib Aqil sedang duduk di perkarangan Musallah Muslimun Langgar Laut
melintaslah sebuah jukung yang membawa gula merah atau yang dikenal dengan gula abang. Al-Habib Agil pun memanggil orang di jukung tersebut karena beliau memerlukan sedikit dari gula abang tersebut. Tanpa diketahui sebabnya, orang tersebut mengatakan bahwa mereka tidak membawa gula merah atau gula abang, melainkan kayu bakar. Al-Habib Agil pun berkata bahwasanya beliau tahu itu adalah gula abang, tetapi orang itu tetap berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah kayu bakar. Akhirnya Al-Habib Agil mengangkat tangannya seraya berkata, jikalau itu kayu, maka jadilah kayu. Spontan semua gula merah yang dibawa oleh orang itu berubah menyerupai kayu bakar, sehingga membuat orang tersebut merasa keheranan. Ia pun berteriak memohon kepada Al-Habib Agil untuk mengubahnya kembali menjadi gula merah, tetapi Al-Habib Agil tidak memperdulikannya dan beliau langsung meninggalkan musola. Keistiqomahan dan khalwat beliau, semangat Al-Habib Agil untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah surut meskipun usianya sudah cukup tua, mengingat kondisi tempat tinggal yang berada di Sungai Bayas kurang memadai bagi beliau untuk bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan anak cucunya sudah sangat banyak dan ramai. Maka beliau memutuskan untuk membuat sebuah pondok sederhana dilengkapi dengan kamar mandi dan tempat wuduknya yang akan beliau gunakan untuk berkhalwat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski keinginan Habib Agil ini terasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh anak cucunya karena melihat kondisi Al-Habib Agil yang sudah tua serta tempat yang ditunjuk oleh Al-Habib Agil yang merupakan tanah dari menantunya yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Syekh, saat itu tidak ada listrik, jauh dan cukup berbahaya karena masih banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Tempat tersebut ialah tempat magam beliau pada saat ini. Namun akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, keinginan Al-Habib Agil pun terpenuhi. Pondok tersebut terbuat dari papan dan atapnya dari dedaunan. Di waktu malam, Al-Habib Agil sendirian di dalam pondok tersebut. Hanya Habib Agil hanya menyalakan obor untuk penerangan. Begitulah terus menerus kehidupan Al-Habib Agil. Setiap pagi Al-Habib Muhammad, anak dari Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, membawa sarapan pagi untuk Al-Habib Agil. Kira-kira jam 10 pagi Al-Habib Muhammad sudah mengunjungi dan membantu Al-Habib Agil. Untuk mempermudah Habib Agil, menantunya Al-Habib Muhammad membuatkan kolam berukuran 8 kali 4 meter untuk beliau mandi dan mencuci baju. Sedangkan anak cucunya yang lain menanam beberapa tanaman yang berbuah sehingga sewaktu-waktu dapat dimakan oleh Al-Habib Agil. Lebih kurang 10 tahun Al-Habib Agil tinggal di pondok tersebut, yaitu dalam usia kurang lebih 85 tahun hingga 95 tahun, dan beliau pun menikmati khalwatnya tersebut. Hewan-hewan berkeliaran di sekeliling pondoknya, namun mereka tidak pernah sekalipun mengganggu Al-Habib Agil. Setiap anak cucunya berkunjung ke pondok beliau seringkali mereka melihat hewan-hewan liar tersebut. Demikian pula air yang di kolam tersebut selalu penuh dan airnya sangat bersih dan bening. Kewafatan beliau pada suatu hari ketika beliau berusia kurang lebih dari 94 tahun, pondok Al-Habib Agil dan terbakar dan habislah seluruh isinya. Setelah itu menantunya kembali membangun pondok untuk beliau. Lebih kurang 1 tahun dari situ keadaan Habib Agil pun mulai lemah karena umurnya sudah tua. Akhirnya beliau pun tinggal di rumah menantunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Syekh bin Syahab. Hari demi hari Al-Habib Agil mengalami sakit yang lumayan parah sampai bertemu ajalnya, wafatnya, yaitu pada tahun 1301 Hijriah. Setelah wafatnya, keluarga beliau belum dapat memutuskan di manakah Habib Agil akan dikuburkan. Ada yang mengatakan Al-Habib Agil dikuburkan di samping magam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, dan ada juga yang mengatakan Al-Habib Agil dikuburkan di samping tangga Al-Habib Muhammad. Berkatalah salah seorang putrinya, yaitu Hubabah Syifa, Abah pernah berpesan kepada saya bahwasanya kalau Abah meninggal, di mana Abah bersujud atau berkhalwat, disitulah tempat Abah dimakamkan, supaya anak cucu nanti tidak susah mencari kuburan Abah. Akhirnya beliau pun dimakamkan di tempat beliau berkhalwat. Demikianlah sekelumit manaqib singkat Al-Habib Agil bin Muhammad bin Yahya. Semoga
dengan mengetahui jalan kehidupan serta akhlak beliau, kita dapat menteladani serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Samihuni ala taqsir fa inni minal muqassirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Untuk acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang pada kesempatan ini insyaallah kita mintakan kepada Al-Ustadz Al-Habib Rizki bin Sakab Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Yang saya hormati segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru kami, para sesepuh kami, para orang tua kami yang jumlahnya sangat banyak sekali sehingga tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama mereka. Namun insyaallah tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semua. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Ia limpahkan kepada kita. Terkhusus di pagi hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama di sebuah tempat yang penuh berkah ini. Bagaimana tidak? Karena di sini ada makam seorang wali, dan ternyata beliau dimakamkan di tempat yang dulu ketika hidup beliau habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makam seorang wali akan mendatangkan banyak rahmat Allah, para ulama mengatakan tempat ibadah mereka ketika hidup keberkahannya akan lebih hebat lagi. Bagaimana dengan Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Agil bin Abdurrahman bin Syekh bin Yahya yang makamnya ada di tempat ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mengharamkan kita semua dari keberkahan beliau dan keberkahan semua orang-orang saleh yang ada di Palembang ini. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sudah kita dengarkan bersama betapa hebatnya Al-Habib Agil bin Yahya ketika beliau hidup. Tentu kita dengar seperti apa ibadahnya tadi. Umur yang panjang, ibadah yang banyak, keberkahan yang sampai saat ini pun kita rasakan, yang insya Allah keberkahan itu akan kita petik di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat besar sekarang sudah kita dapatkan, dan nanti malam atau besok malam insya Allah Allah sampaikan umur kita untuk mengambil kenikmatan dan hadiah dari Allah yang sangat hebat. Sebuah bulan yang Allah jadikan madrasah, Allah jadikan momen untuk menempah diri kita, membersihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu adalah bulan suci Ramadan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja 2 bulan sebelum Ramadan itu tiba sudah mulai berdoa,
agar Allah sampaikan ke beliau ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian salaf mereka punya adat, mereka punya kebiasaan, sudah meminta kepada Allah agar disampaikan ke bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Mereka sudah angkat tangan, berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar mereka diberi umur oleh Allah supaya bisa menjumpai Ramadan. Ketika Ramadan itu tiba, mereka benar-benar manfaatkan tiap-tiap waktu yang ada padanya dengan ibadah. Setelah Ramadan berlalu, mereka kembali bermunajat, berdoa selama 6 bulan. Apa isi doanya? Agar Allah terima segala amal ibadah yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Hayatuhum li Ramadan. Hidup mereka sepanjang tahun yang difikirkan hanya Ramadan. Bagaimana tidak hadirin? Amalan sunnah yang kita lakukan di saat itu Allah berikan pahala wajib. Amalan wajib yang kita lakukan di saat itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, atau 70 kali lipat, atau bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Panen raya hadirin. Maka rugi orang-orang yang masa bodoh, pura-pura tak tahu dengan kemuliaan Ramadan. Ramadan bulan mulia, orang yang tak memuliakannya dengan melakukan maksiat di saat itu, Allah murka kepadanya. Hal yang sudah Allah sakralkan dirusak oleh orang atau dirusak oleh hamba Allah, maka hamba tersebut akan dimurkai oleh Allah wala'iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya di dalam riwayat disebutkan bahwasannya para salaf sangat takut sekali kalau Ramadan mereka jumpai sedangkan di dalam hati mereka masih ada rasa benci kepada orang lain. Ini cara mereka untuk mempersiapkan diri untuk menjumpai bulan Ramadan, malam nisfu Sya'ban, yang Allah benar-benar akan mengampuni semua hambanya di malam tersebut, berapapun jumlahnya, bahkan berapa banyak pun dosanya. Akan tetapi orang yang masih menyimpan rasa benci di dalam hati tidak akan mendapatkan keberuntungan maghfirah di malam itu. Maka hadirin rahimakumullah, illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat pun orang yang tidak bisa menjumpai Allah dengan hati yang bersih dan suci tidak akan mendapatkan keberuntungan dari Allah, tak akan bisa memasuki surganya. Datang kepada Allah di akhirat dengan hati yang bersih, datang kepada Allah di dunia ketika kita beribadah di dalam solat atau ibadah lainnya juga dengan hati yang bersih, baru Allah akan sambut kita, baru Allah akan benar-benar rela untuk kita jumpai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan bulan mulia, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaannya. Para salaf benar-benar memperhatikan masalah niat. Mereka mengajarkan niat ketika beribadah kepada anak-anak mereka sama seperti ketika mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk membaca surah Al-Fatihah. Surah Fatihah itu surah paling penting. Sebab kalau orang Fatihahnya tidak becus, maka solatnya pun akan tidak becus. Fatihahnya salah, solatnya bisa Allah tidak terima. Penting sekali. Dan ternyata para salaf mengajarkan anak-anak mereka masalah niat sama seperti mereka mengajarkan anak-anak mereka mengenai bacaan surah Al-Fatihah. Ada di grup WhatsApp, niat menjumpai Ramadan. Jangan sampai ini di-share ke grup, kita baca lewat cak itu baik. Kita baca lagi di sini. Untuk al-faqir wabil khusus. Nawaina manawahun Nabi. Kami berniat untuk menjumpai Ramadan ini dengan niatan yang telah diniatkan oleh Nabi Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam. Wassalafus salih, juga dengan niatnya para salaf yang saleh min alil baitil kirami was sahabatil alam. Yang kedua, wa nawainal qiyama bihaqqis siyam. Kami berniat untuk melakukan puasa dengan sebenar-benarnya, alal wajhil ladzi yurdil malikul alam, dengan cara yang bisa mengundang keridhaan Allah, bukan hanya tahan lapar dan haus saja, tapi tahan diri dari segala yang Allah tidak ridhai.
Wa nawaina al-muhafadzata 'ala al-qiyami wa hifdzil jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Juga kami berniat untuk senantiasa menjaga diri dan juga organ tubuh yang kami miliki dari segala macam maksiat dan dosa. Wa nawaina tilawatal Qur'an wa kathratadz dzikri was salata was salama ala sayyidil anam. Kami juga berniat nanti ketika Ramadan ya Allah untuk banyak membaca Al-Qur'an, untuk banyak berzikir kepadamu dan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nawaina tajannubal ghibati wan namimati wal kadhibi wa asbabil haram. Kami juga berniat ketika Ramadan kami jumpai untuk menjauhi gosip, ghibah, menggunjing, mengumpat, wan namimah, adu domba dan juga dusta serta segala macam yang bisa menjerumuskan kami ke dalam keharaman. Masih ada 4 sampai 5 niat lagi, takut kepanjangan ya ikhwan. Ada di WhatsApp, yang punya silahkan share di grup-grup masing-masing untuk amal jariah kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan tiba, setelah kita siap dengan cara membersihkan diri, membersihkan hati, niat pun sudah ada. Ramadan kita jumpai, maksimalkan ibadah. Terawih malam-malam insyaallah kita hadir. Terawih panjang 20 rakaat. Jangan sampai 20 rakaat kita lakukan begitu saja tapi konsentrasi kita tidak ada. Jangan sampai tarawih menjadi momen kita berhayal kemana-mana. Salat adalah momen perjumpaan kita dengan Allah. Nikmati itu salat. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mampir ke makam Nabi Musa. Beliau berziarah ke sana. Apa yang beliau katakan ketika itu? Aku melihat Musa sedang salat di dalam makamnya. Sudah wafat, sudah panen pahala, sudah mendapatkan segala, untuk apa lagi beribadah dan melakukan salat? Itu bukti kalau salat adalah nikmat. Kalau salat adalah nikmat, salat adalah ibadah yang bisa membuat kita jumpa dengan Allah yang selama ini memelihara kita, yang harus kita cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tilawatul Quran, maca Quran. Kita tahu banyak pahala-pahala yang Allah akan beri melalui bacaan Al-Quran. 1 huruf kata Nabi 10 pahala. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasannya di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dinyatakan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran di dalam solat, maka 1 huruf yang akan kita dapat darinya adalah 100 pahala. Besar pahalanya, kita tahu. Tapi tidak semua orang yang tahu mampu untuk membacanya. Tidak semua orang yang tahu Allah berikan izin untuk berdialog dengannya dengan tilawatul Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu keramat. Kata Nabi jangan ditinggalkan. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa itrati, wa fi riwayah kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian 2 hal yang kalau kalian berpegang teguh dengan 2 itu, maka kalian tak akan pernah sesat. Apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Dalam riwayat lain, Al-Quran dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pahami secara kebalikannya, berarti kalau kita tidak berpegang teguh dengan hal-hal tersebut, maka kita berpotensi besar untuk menjadi orang yang tersesat. Waliyadzubillah. Sesat di dalam agama, akan tersesat pula di akhirat. Tak jumpa jalan menuju surga, bisa masuk neraka. Siapa yang galak? Hati yang galak. Pengennya surga galo, tapi tidak semua mau berejo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah fil Quran. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Sebagian salaf angkat Al-Qurannya diletakkan ke atas kepala. Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini adalah ucapan Tuhanku, ini adalah ucapan Tuhanku. Saking menghayati dia dengan apa yang dia ucap sampai pingsan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu obat. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah nyatakan di dalam 3 surah, surah Yunus, surah Al-Isra dan surah Fussilat. Di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas
Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran shifaa'un lima fis sudur. Shifaa'un lima fis sudur. Obat bagi penyakit yang terdapat di dalam hati. Penyakit hati yang akan membuat kita sakit di akhirat bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Mari kita baca. Di dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala firmankan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat. Allah tak katakan obat hati. Artinya di sini Allah beritahu kepada kita Al-Quran adalah obat segala macam penyakit. Di dalam surah Fussilat Allah nyatakan, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh ajamiyyu wa arabi qul huwa shifaa. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Sama. Allah nyatakan lagi Al-Quran terdapat obat padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sesampai beliau di Madinah Al-Munawwarah sudah disambut oleh ribuan umat. Kapan Nabi Muhammad ke Madinah sebelumnya? Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, ribuan umat menyambut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Siapa yang mendakwahi mereka? Seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Seorang diri beliau berdakwah, tidak bawa Nabi Muhammad, dakwahnya diterima, mengislamkan ribuan umat. Apa bekalnya? Al-Quran. Setiap beliau berdakwah, beliau katakan, dengar apa yang akan aku ucapkan. Kalau kau kira ini bagus, terima. Kalau kau kira ini tak bagus, maka tolak, tak apa. Dan semua mereka menerima Al-Quran. Shifaa'ul lima fis sudur. Penyakit hati paling akut, penyakit hati paling parah itu adalah kesyirikan. Tak percaya Allah Tuhan, bisa sembuh dengan Al-Quran. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, siapa yang tak kenal beliau? Batu atau bahkan besi baja itu minder kalau nak diadu dengan prinsip hidup beliau. Orang yang memiliki prinsip hidup yang begitu keras, benci dengan Nabi Muhammad, bahkan menyakiti orang-orang yang sudah terlanjur beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, di saat dia mengetahui bahwasannya saudarinya Fatimah bintil Khattab masuk Islam, dia datangi rumahnya, dia tampar wajahnya, dia melihat ada mushaf, dia lihat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Setelah itu beliau terjatuh di atas kedua lututnya dengan berderai air mata. Beliau meminta untuk diantar untuk jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat jumpa dengan Nabi, apa yang beliau katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Al-Quran hebat. Al-Quran hebat hadirin. Jangan jauhi. Jauh dari Al-Quran kita jauh dari Allah. Jauh dari Al-Quran kita jauh dari Nabi. Jauh dari Al-Quran kita jauh dari syariat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah seorang yang kena penyakit tumor parah ganas. Kata dokter, kamu umurnya seminggu lagi. Kata dokter, umur kamu seminggu lagi. Akhirnya dia berpikir, ya Allah, aku masih muda, anakku masih kecil-kecil, istriku pun masih seger. Ya Allah, kalau memang ini umurku cuma batas di sini, ya sudah, apa yang kau tentukan aku ridha. Tapi setidaknya aku tidak bisa hidup panjang di dunia, aku bisa hidup panjang di akhirat dalam kenikmatan. Aku akan berusaha untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa caranya? Aku akan selalu baca Al-Quran, sehingga aku wafat pun ketika sedang memegang dan membaca Al-Quran. Sejak saat itu dia buka mushaf, dia membaca Al-Quran, tidak istirahat, kecuali memang harus istirahat, kecuali memang harus makan, ke toilet, tidur secukupnya. Baca Quran lagi, baru 1 hari sudah sampai ke surah Taha.
Akhir-akhir surah Taha ada ayat yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yang intinya di dalam ayat tersebut Allah mengisahkan, Allah mengabarkan, Allah memberitahukan kepada kita bahwasannya di akhirat nanti, atau lebih tepatnya di hari kiamat nanti, gunung-gunung yang sangat kokoh akan tercopot dari akarnya. Dia mendengar ini, dia membaca ini, dia memahami ini, dia berdoa, ya Allah, gunung besar kokoh bisa kau copot dari akarnya, apalagi tumorku ini yang secuil, ya Allah. Dia lanjut lagi baca Al-Quran, beberapa kali khatam sampai 1 minggu tidak juga meninggal. Bahkan ketika dokter mengecek, ternyata keadaannya menjadi membaik, tambah membaik, tambah membaik. Kata dokter, sekarang kamu sembuh. Obat apa kamu makan? Dia kata, dok, aku lah pasrah nak mati. Apa amalan yang kamu lakukan? Qiraatul Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Mudah-mudahan Al-Quran dan Ramadan menjadi lantaran kita sembuh dari segala macam penyakit, penyakit fisik, penyakit hati, penyakit watak dan tabiat yang tidak baik. Amin. Allahumma amin. Dan Allah ampuni kita semua dari berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah berikan ketakwaan serta keistiqamahan sehingga wafatnya kita dalam keadaan baik. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, maafkan kepada Allah. Al-Fakir mohon ampun. Wa ma qumna illa limtithalil amr hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsan jazak kepada Ustaz Rizki bin Segaf Al-Habsyi, dan semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada apa yang beliau sampaikan. Menginjak acara berikutnya, yaitu acara penutup kita, talqin zikir wa doa, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita mintakan kepada Sayyidul Habib Al-Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarafa wa karama wa majda wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرغنا من بعده تبرغا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan selesainya pembacaan talqin zikir wa doa, maka selesailah juga acara kita pada pagi hari ini. Kami dari keluarga besar Sahibul Hal Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya dan juga daripada keluarga besar Habib Husain bin Ali bin Syahab mengucapkan jazakumullah khairan ahsanal jazak atas kehadiran antum-antum sekalian, dan kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan daripada hal apapun itu. Untuk halagoh, satu halagoh 4 orang.